صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يلا فاشن. زي ما عودتكم بنتكلم في كل مره عن جزء خاص بالشكل وجزء خاص بالمضمون. عايزين نتكلم النهارده عن حاجه مهمه قوي في جزئيه الشكل او الابييرنس بتاعنا. بنات كتير قوي هتكون مهتمه بيها، خصوصا البنات اللي اتخرجت وبتقدم لشغل جديد ومش عارفه تلبس ايه او تلبس ازاي، ايه المناسب وايه اللي مش مناسب. هتكلم النهارده عن جزئيه مهمه قوي، وهي اتيكيت اللبس الفورمال او اصول اللبس الرسمي. كلنا عدينا بمرحله ان احنا نقدم السي في بتاعنا في مكان ونستنى هنلبس ايه. كلنا بنبقى محتارين جدا، مش عارفين ايه الصح اللي نلبسه وايه الغلط، ايه اللي انتو فورمال وايه اللي مش انتو فورمال. يلا بينا نقول شويه بوينتس هنعرف بيهم ايه اصول اتيكيت الفورمال. اول حاجه الشميز دي قطعه ذكيه جدا، تقدري تلبسيها او تقدر تلبسها. حاجه ثابته، يعني حاجه ثابته معانا في اللبس الفورمال. المفضل طبعا ان هي تكون ساده او ما تكونش فيها نقشات قويه في اللون، هتبقى حاجه اون بوينت جدا. فمعانا الساده هو البيزك بتاعنا، وطبعا ممكن يبقى فيه جاكيت، بس هنركز في حته الشميز دي. في حاجه انت النهارده رايحه فورمال ورايحه مثلا حاجه بتقدمي في شغل، في شويه بوينتس ان الزرار الاول ده هو ده الممكن الوحيد اللي هيكون مفتوح، فاذا معناه ان انت ما ينفعش تفتحي الزرار التاني، انت كده كسرتي قاعده من قواعد الفورمال. تاني حاجة طبعا الجاكيت ممكن تلبسي لو احنا بنقدم في الصيف، ده مش مطلوب تماما، يعني ده مش مطلوب تماما. لو احنا بنقدم في الصيف ممكن تقتصري على فكرة الشميز والسكيرت او البنطلون. هنلبس البنطلون رسمي طبعا قماش حسب الشكل، حسب شكل جسمنا اللي يناسب شكل جسمك. طبعا كل بنت بيليق عليها بنطلون وكل بنت بيليق عليها سكيرت، بس الشيب بتاع البنطلون هنا هتختاري الشكل المناسب لجسمك. يعني ما ينفعش تكوني عريضه قوي من فوق وتختاري البنطلون اللي هيبقى نازل على تحت، ونفس الشيء السكيرت. بس خلينا نتكلم عن السوت اللي انت هتكوني لابساها. طبعا الاختيارات في الالوان هتبقى اختيارات كلها ساده. ما ينفعش اروح البس بدله فورمال هي تكون لون مفرقع، اورنج، فوشيا، كل الكلام ده مرفوض تماما، او فلوري. تاني حاجه هنتكلم في طول السكيرت. طول السكيرت يا جماعه في الشكل الفورمال هو لازم يكون تحت الركبه او على الركبه بالظبط. يعني اللي فوق الركبه مش فورمال، لا مش فورمال خالص. هنزود تفاصيل اكتر ونتكلم عن الاكسسوارز. الحلق، ايه الحلق الفورمال ده؟ يعني في حاجه اسمها حلق فورمال وحلق مش فورمال. طبعا لما انت تلبسي حلق نازل لحد تحت، او في شخاليل او في الوان او حلق بلاستيك، كل ده بره الفورمال تماما. الحلق الفورمال يعني ما يتعداش ودنك، بيكون فص صغير، ما يكونش لون مفرقع. تحاولي تكوني هاديه قد ما تقدري قدر المستطاع في الالوان. لو مش عارفه تنسقي الوان، هنصحك نصيحه ذكيه قوي، ان انت تلبسي كل حاجه ساده. يعني لو انت عايزه تلبسي حلق لون، لا ابعدي عن اللون، البسي حاجه اللي هي الستراس الصغير قوي، وهو ستراس واحد. كل ما بتكبري وتعملي تفاصيل كتير كل ده ما بيخرجك عن الفورم. نيجي للبريسلت او النكلس. كل الحاجات دي برضو انت عندك سلسله واحده بس هي اللي ممكن تلبسيها، ما ينفعش تلبسي حاجات فيها تفاصيل كتير. برضو الانسيال بتاعك هو انسيال واحد وخاتم واحد بس. ما ينفعش تعملي ميكس بين الانسيالات. ومعانا صور، عايزين نعرض شويه صور. ده اول حاجه السوت الفورمال بشكل لون هادي. احنا لو كترنا اللون عن كده هيبقى ويرد، هيبقى مش اون بوينت. هنا البنطلون مكانه مناسب، طالون مناسب. نيجي للشوز والبلت مناسب،
نيجي للشوز، عايزين نقول ان الشوز الفورمال برضو مختلفة عن الشوز الكلاسيك. الكلاسيك ممكن تلاقي فيها وردة، دي هنا شوز نود، هي لبست اسود كله، وطبعا في ستايلات مختلفة كتير عن كده. الشنطة فورمال قوي وحجمها مناسب، لان هي حد رايحة تقدمي في انترفيو. لبسك دايما لازم يكون في محله يا جماعة. دي شوز فورمال ان هي ما فيهاش لا توكة، ما ينفعش يكون فيها توكة، فيها لمعة، الكعب فيه شوية كده حركات. هنا برضو السكيرت موضحه لنا جدا ان الطول بتاع السكيرت لازم يكون طول يا تحت الركبه يا على الركبه. ممنوع تماما في الفورمال ان انت تلبسي فوق الركبه. ممكن بليز نرجع الصوره اللي فاتت تاني، هنلاقي ان الكمام، ممكن نرجع الصوره اللي فاتت تاني، هنلاقي للكمام برضو، هنلاقي ان الكمام برضو مديه شكل اليجنت قوي وشكل فورمال وشيك وفي نفس الوقت انثوي. الكمام هي مش مفيش كمام ممكن اللي هي طالعه لفوق اكتر من كده، ده شكل مناسب هيوضح قوي انك انت لابسه بريسلت، لابسه رينج. ما ينفعش تلبسي ابدا اكتر من رينج، ما ينفعش تحطي مانيكير يكون لونه صارخ، لازم الوان هاديه، اللون الابيض، اللون النود، الالوان النود درجات كتير جدا. ما ينفعش تحطي احمر، ما ينفعش تحطي اورنج، ما ينفعش تحطي فوسفوريك، ازرق، كل الكلام ده مرفوض في الفورمال تماما. البلت هنا عامل وسط مديكي شكل شيك وفي نفس الوقت مش مبتذل. ممنوع منعا باتا انك انت يكون في اي حاجه مودياكي للشكل الانثوي اللي رايح في حته سهره. الصوره اللي بعد كده موضحه برضو طول السكيرت، شكل فورمال انيق. اقصى حاجه لما لبست شيميز في برانت، هي لبست برضو حاجه ساده، الوان مش متضاربه قوي، ما لبستش مثلا فوشيا، ما لبستش اورنج، كل دي الوان جميله بس ما تلبسهاش في الفورمال. ودي فقرتنا النهارده عن فكره الفورمال وازاي تلبسي فورمال. ونبتدي فقراتنا خلال الحلقه. نروح فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شكلك بره البيت وازاي تكوني شيك وحلوه وشكلك حلو بره البيت، النهارده بقى نتكلم عن شكلك جوه البيت. مشرفنا النهارده استاذ جمال طنة، مؤسس براند بيجا مودا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه ايمن. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيكي. اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. منورني النهارده. ربنا يخليكي. قول لي، جات لك الفكره ازاي ان انت تعمل براند بيجامز؟ هو انا يعني فكرت البيجامات عايز اعمل فيها حاجه ترند جديده، ودي الحمد لله لقينا ان الفكره نجحت معانا، ان احنا عايزين نعمل حاجه. البيجامه النهارده الست بقى دورها فعلا عايزه حاجه ديلي، تنزل ولاد المدرسه، ممكن تبقى الناس تجيب حاجات من السوبر ماركت، حاجه سريعه، حاجات عندها مسؤوليات ديلي، حاجات كتير. طب هتقعد تغير كل شويه لبس 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 لبس؟ لا، البيجامه احنا عملناها في بيجا موضه، اللي هو البيجامه مش للبيت وبس. واحنا حتى يعني بيجامه قصدك تنفع بره البيت؟ البيجامات عندنا كوليكشن بيجامات تخرج بيها عادي جدا. بجد؟ بالظبط. يعني في حاجات تريننج سوت، تراك سوت. اوكي، يعني حاجه مايله شويه لان هي فكره تريننج، بس هي واخده ستايل مش للبيت بس. فالحاجات دي كانت عملت معانا اقبال كويس جدا، طبعا بجانب ان احنا عملنا كوليكشن البيجامات الهوم وير يعني. انت ابتديت في الشتاء ولا الصيف؟ قولي ابتديت امتى؟ انا ابتديت في صيف 2020. ده من حبه، من 4 سنين مثلا. من 4 سنين. اوكي. ابتدينا في صيف 2020، كوليكشن صيف 2020، والحمد لله يعني من اول ما نزلنا الماركت و يعني عملنا بروباجندا حلوه قوي، وانا اتبسطت بيها جدا ان عملنا ستايلات. الستايل بتاعنا ستايل مختلف، الفابريكس كلها حاجات يعني هاي كواليتي جدا. في فابريكس. انت بتجيب خاماتك من هنا ولا من بره؟ لا، في فابريكس قطن مصري، وفي فابريكس من تركيا. في حاجات بجايه من تركيا.
مينلي الحاجات القطن، ال 100% قطن، الخامات اللي هو زي في الشتوي الميلتون، التيشيرتس في الصيف اللي هي القطن والحاجات دي بتبقى من تركيا، لان دي بتبقى تجهيزها عالي. كخامات تجهيزها عالي جدا. فعلا انا توقعت تقولي من مصر، ان مصر القطن هو احسن حاجه. القطن في مصر احسن قطن في العالم، وهو وبيتصدر. اه الفكره مش في القطن، عندك الفكره حق. في تجهيز القطن، اللي هو الكشاشان والحاجات دي، مظبوط. السبب بتاع الالوان، الحاجات دي كلها. طب يعني اما جات لك الفكره الاول ان انت تفكر تفتح مشروع، كان مجرد مشروع بالنسبه لك، ولا انت كنت بتارجت حاجه تكون فاشنبل بفكره ان انت عايز زي ما انت قلت كده، ازاي الست تلبس حاجه شيك ولطيفه وفي نفس الوقت تبقى برضو نفس اللبس ده في البيت؟ بص انا هقول لك بقى الفكره كلها جات لي ازاي، واشمعنى ست مش راجل. انا بص هقول لك كل اشمعنى ست فعلا مش راجل؟ انت مش حاجات للمنوال؟ لا ما بعملش. بس انا كنت عايز اعمل، انا يعني بفكر كبزنس. الست قوة شرائية كبيرة جدا. الست بتشتري بس، بتشتري بس. يعني حتى لو هي ما عندهاش النيد ان هي عايزه بيجامه، هي اوريدي عندها بيجامات كتير في الدولاب، بس هي عايزه تجيب بيجامه جديده كنوع من تغيير المود او كده. زي عندك عندنا حق. بيجامه رمضان، بيجامه العيد، صح. كل مناسبه عندهم ليها بيجامه يعني. قلت اخش في الملابس. انا بحب اعمل حاجه مختلفه. لو دخلت في الملابس، طب ما في ناس كتير، الماركت مليان ناس كاجوال وحاجات كده، في ناس كتير قوي. بس انا لما اعمل في البيجامات، انا عايز اعمل البيجامه. يا جماعه واي نوت، البيجامه مش شرط تبقى في البيت. يعني عايز اعمل حاجه فكره جديده فعلا، انا حاجه ما شفتهاش قبل كده. عايز اعمل حاجه ترندي. طبعا بشوف اختي ومراتي والناس اللي حواليا، الستات والبنات، ان لا يعني رتم حياتهم سريع، وتلبس اي حاجه في اي حاجه، مثلا عشان هي نازله مستعجله تنزل البيبي مثلا بسرعه. الباص. طب قولي يا جمال، بتختار تصميم البيجامه ازاي؟ بصي، هو انا بحب اديزاين البيجامات. اصل انت البيجامه ده وان ايتم، يعني بالزبط. انت مش هتعمل مثلا بنطلون وتي شيرت وشميز، فهيبقى عندك وان ايتم. ان انت بقى تجدد، بالظبط، ان انت تبقى انت بتعمل بيجامز بس وتعمل كذا ستايل. بتختار تصميمه ازاي؟ خدي بالك، وكمان لازم يبقى في ماتشنج ما بين التي شيرت والبنطلون، يعني لازم القطعتين. انا اكيد انا بحب الديزاين. واصلا مراتي، يعني اسراء مراتي وميرنا اختي، هما ديزاينرز. اوكي. فلا لازم استغلهم. انت هما بيصمموا وانت بتنفذ؟ هما بيصمموا اصلا. اوكي. وانا والدي، يعني احب اسلم على والدي دوت واقول له انت يعني سبب الحمد لله نجاحي بعد ربنا. علي الطنة هو اصلا في مجال الصناعه الملابس 50 سنه صناعه ملابس. انتوا عندكم اكسبيرينس من قبل كده، ده الفاميلي بيزنس كلها، فانت عندك ثقه وانت داخل المجال. بالظبط. فهو كمان كان يوجهني يقول لي الموديل ده هيشتغل معاك في الماركت وانا مش هشتغل. هل هو مطلوب؟ هل القصه اللي انت عاملها دي هي فعلا مطلوبه ولا مش بتاخد طبعا مطلوبة؟ خبرته اكيد. فانا كنت باخد خبرته مع ديزاين حلو اخده من البنات او انا عامله. نركب ده على ده ونعمل ونجيب فابريكس حلوه جدا، ونصنع بكواليتي عاليه قوي، وفينيشنج الحته فعلا القطعه الفينيشنج بتاعها معمول صح. هي مش مشتريه بيجامه. حتى احنا سالنا السؤال ده كتير جدا، هو انتوا براند مصري؟ الناس تسال هي بيجامودا براند مصري ولا مش مصري؟ الناس هو براند مصري. هو براند مصري، براند مصري 100%. بعماله مصريه بكل حاجه. بس الناس بتقول اصل الكواليتي دي، يعني الكواليتي اللي قدامنا دي زي الحاجات المستورده اللي هي عقده لا بالعكس، في ديزاينرز كتير جدا دلوقتي، سواء في اللبس، في الشنط، في الجزم، في البيجام، في كل حاجه الكواليتي بتاعتها هايله جدا. لا احنا الصناعه المصريه بتتقدم فيها بشكل مش طبيعي. بالظبط جدا. ومصر بقى فيها شباب، ولاد وبنات وناس طالعين بفكر موضه حلوه قوي. ده حقيقي. والكواليتي اللي موجوده متوفره، كل الانواع في الكواليتي معاكي، من قليله للمتوسطه لاعلى جوده. قول لي انت، حد قابلت انتقادات كده في البدايه وانت بتقرر تفتح بيجامز بس؟ يعني كان راي الناس اللي حواليك ايه في فكره ان انت يعني كنت متردد؟
قلقان. اشمعنى بيجامات؟ بالظبط، يعني اشمعنى بيجامات؟ وانا كنت لازم اوضح لكل حد اللي هو يا جماعه انا عندي عندك فكر. هي كانت ميشن عندي اه ان شاء الله هنفذها، ان انا اغير فكره البيجامه. خلاص ما تبقاش بيجامه اللي هي كلاسيك حياه بقى الكروهات والحاجات لا، ده خلاص المعتاده. من زمان خلاص دي قوي، كانت مع ان والله ده بيبقى يعني sometimes بيبقى حلو قوي، مطلوب على بيبقى فكره. شيك قوي. وهقول لك ان هو دلوقتي يعني somehow هو في موضه طالعه الكروهات في البيجامات موجوده. وفي موضه في البيجامز، مش كده؟ طبعا. ما هو في موضه في البيجامات اللي هو انت عايزه تعملي البيجامه اصلا. ايه الماتيريالز بقى اللي موضه السنه دي؟ شتاء ولا صيف؟ شتاء طبعا، احنا في شتاء دلوقتي. في الماتيريالز الحلوه طبعا دي على طول بتستخدم القطن الميلتون اكيد. بس بتهيألي الميلتون ما بيبطلش. الميلتون ما بيبطلش سواء في النوك اوتس والحاجات اللي هي الهوديز وكده. بالظبط. وحتى في البيت بتهيألي دي اكتر حاجه بتبقى مريحه لينا كلنا. بالظبط. وعندك الفرو ده عليه الديماند عليه، يعني في طلب عليه حلو جدا. في خامه بقى اسمها بولر. بس تهيألي جمال الفرو ده ماتيريالز كتير قوي، تجهيزات. تجهيزات كتير قوي. هي الماتيريال واحده. ما انا بقول لك الفكره بقى في التجهيز. كل واحد وتجهيز عن تجهيز حتى بيفرق في السعر. التجهيز ده هو اقوى حاجه. تجهيز بمعنى ايه؟ تجهيز الخامه اللي هو المصنع اللي بيصنع اللي بينتج القماش. تجهيزه كفاءه نسبه الثبات. اوكي. الخامه دي بتكش ولا ما بتكشش، عشان كام في المية في المتر. لا كلمني عن القماش. يعني مثلا البيجامز اللي انت جايبها فيها اوريدي كذا حاجه متشابهه، بس الماتيريالز مختلفه شويه. بالظبط. بتفرق يمكن من ذوق حد للتاني يعني. هي دي او البيجامه اللي هي الاخضر او الخضراء. دي نفس ماتيريال الاسود في ابيض. دي جامب سوت. الاسود في ابيض دي جامب سوت. لا بس الخامه واحده. الخامه قريبه لبعض. دي بولر دي هايدي. ما بالظبط، ما عايزه اقول لك هم نفس الفكره بس خامات مختلفه. بالظبط. بالظبط. احنا عاملين بقى كل واحده بديزاين مختلف. بس اوفر اول هو ده موضه السنه دي. الخامه دي اصلا موضه جدا. موضه جدا جدا في البيت. وعندك برضو يعني ممكن بقى البيجامات اللي فعلا من زمان جدا وما بتبطلش وعليها طلب جدا على طول. الكلاسيك. البيجامه الكلاسيك الزراير. اللي هي اول واحده. دي ما بتبطلش فعلا، صيف وشتاء. دي صيف بيعملوا بقى منها فرايتيز شورتس. بالظبط. احنا بنعمل البيجامه هي از سيت اوف 2 بيسز 3 بيسز على حسب هي كام بيس. بس هي البيجامه دي ما شاء الله يعني هي بتبقى زي بيست سيلر او حاجه. بيست سيلر على طول على طول. كلمنا، ما فكرتش تعمل حاجه سيت للفاميلي، حاجه للام والاب الحاجات الحلوه اللي بنشوفها دي؟ عملتها مره وكانت كويسه جدا، بس ما قررناهاش بصراحه يعني. مش عملت اوريدي عملتها اوريدي كانت حلوه جدا وكانت كويسه جدا جدا بصراحه. عملت ايه بقى؟ كانت فكره ايه؟ كانت تريننج سوت شتوي. الام والبيبي. ما عملتش للاب للفاميلي. لا الفاميلي خلاص احنا بنطلب منك بقى تعمل. خلاص ده حاجه اكسكلوسيف لايمان نفسها. هي طلبتها يلا فاشن. يلا فاشن. بالظبط. هنعمل حاجه اكسكلوسيف بيجامه للفاميلي. خلاص اتفقنا. تابعينا بقى والمره الجايه هنقول لك ايه. صح. ما فكرتش توسع فكره البراند بتاعك، ان انت يعني ساعات مثلا ديزاينر يبتدي مثلا سواريه او يبتدي كاجوال، يبتدي يوسع النشاط بتاعه، يدخل تكستايل، يدخل هوت كوتور، يدخل ريدي تو وير. فكرت ان انت تعمل حاجه زي كده، او في خطوات بالنسبه لك في الفتره اللي جايه ان انت تاخد ستابس في حاجه زي كده، ولا انت خلاص انت عايز تتخصص في حته الهوم وير؟ لا فعلا انت عندك حق. احنا فكرنا في كده ويعني قلنا نجرب، لقينا الحمد لله الناس مبسوطه جدا. جربت فعلا؟ فتحت حاجه؟ ايه اللي جربته بقى؟ زي الكوليكشن اللي جايبه اللي هو بتاع رمضان، الكيمونو. واو اوكي. الكافتانز يعني. طب كلمنا عنه بقى. عايزين بالظبط اهي الاسود. دول موديلين بس. هو في كوليكشن نازل. انت عامل كولكشن بس بالزبط. انت جايب لنا موديلين 2 دول بيخرجوا بيهم مبدئيا. بالظبط. ده بيتخرج بيه
وده كوليكشن مطلوب جدا والناس بتحبه جدا، ولما بننزل بيه في رمضان ده الكيمونو انت عامل ابيض مع كريمي حروف او لؤلؤي. حروف وحروف بقى العربي، نقشة الحروف العربي. دي بتبقى موضه قوي في رمضان، دي عمرها ما بالظبط بتبطل يعني، بالظبط. بتهيألي هتفضل معانا طول الوقت في رمضان. دي حلوه جدا، معبره عن فكره بالظبط. رمضان ان رمضان هو بقى عربي وحاجه اسلاميه هي روحانيات بحروف. كده موجوده في رمضان، فدي بتبقى حلوه جدا في السحور، في حد بقى جاي يفطر عندك في رمضان، راح تفطري عند حد في رمضان، اكيد فبتلبسي اكيد حاجه كلنا كايند اوف بندور فعلا على حاجه في الوقت ده نلبسها تكون خفيفه بالظبط وسريعه. بالظبط. هي تحسيها يعني الكاستمز بتاعت رمضان، يعني الناس بتحب تلبس الحاجات دي جدا. وان شاء الله هنخش يعني في الكاجوال، وهنخش في كذا لاين. بس يعني انا ان شاء الله عايز اوصل بيجامودا از بيجاما في مكان معين. يعني انا نفسي جدا ان انا اطلع بيجامودا بره مصر في اسواق عالميه، وفي دول عربيه وفي دول اوروبيه. انت عندك ستور يا جمال؟ عندي ستور. عندك عندي ستور ولا في بتبيع بس المعادي، عندي في اونلاين؟ جراند مول المعادي عندي في ستور هناك، وببيع اونلاين وفي ويب سايت وفي كل حاجه. يعني احنا موجودين اونلاين واوفلاين. ونزلت بازارات، احتكيت اكيد 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 نزلنا بازارات وموجودين، احنا موجودين في الماركت والحمد لله. يعني بيجامودا از بيجامودا براند بيجامودا، يعني انا بسمع من ناس انا ما اعرفهاش ان هو معروف، يعني يقول لي احنا عارفين بيجامودا. انا ببسط جدا الحمد لله ان البراند ده براند مصري 100% مصري، وفي فتره قليله اثبتت نفسك. اثبت نفسه فعلا بالكواليتي وبالديزاينز الحلوه. اكيد اي حاجه قويه في ماتيريال وديزاين وتقفيل او فينيشنج فعلا لازم تثبت نفسها. بالظبط. كلمني ايه البيست سيلر عندك في القطع بقى؟ الحاجه اللي دايما تطلب منك. الحاجات اللي دايما بتطلب مني الكلاسيك زي ما قلت لك، فعلا الكلاسيك بيجامات زراير. بعد الكلاسيك على طول هيجي البيجامات الفرو، وعندي في نايت شيرت بس انا ما عرفتش اجيبه النهارده عشان هو يعني كبير شويه. نايت شيرت انا عامله ترند، حاجه ترند بيجامودا اللي عاملاه يعني. نايت شيرت فرو كده بلاك لوك، ده الناس بتحبه جدا. وعندي البيجامه مثلا زي البيجامات بقى اللي هي السيتس الفايف بيسز والفور بيسز باللاك لوك بتاعها زي الخضراء. انت بتحاول بقى تفكر في افكار. انا شفت عندك على البيج تقريبا جامب سوت زي كاركترز او كده. اللي هي الكاو جامب سوت اهي، دي وهي مكتوب عليها الحاجات دي كانت جت فتره موضه قوي، الناس بتحبها قوي. ايوه دي الناس بتحبها قوي أيوة. فعلا. عشان كده بقول لك دي انت لو عملت منها فعلا اطفال هي حلوه دي، انا بحييك يا ايمان بصراحه، دي تبقى حلوه جدا از فاميلي. يعني بالظبط. خلاص يبقى الفكره بتاعتي خلاص هنسجلها باسمك. ايوه كولكشن باسمي. خلاص انا وفي الحاجات بقى الفرو دي بتبقى هي فعلا بتبقى مريحه قوي وفضفاضه واكتر حاجه بتدفي. انا اسف قطع كلامك في بيجاما، انا عايز الكاميرا تزوم ان عليها اللي هي البيج. ممكن نزوم يا جماعه على البيجاما البيج. البيجاما البيج دي اوكي. الفرو احنا مدخلين فيها خط كده فرو بني مع لاين بالجولد يعني. انت عامل فن تطريز يعني. بالظبط، عشان نخلي حتى في البيت. احنا عندنا سلوجان في بيجامودا، خليكي في البيت على الموضه، خليكي في البيت بيجامودا. انت عارف انا عجباني فكرتك ان انت يعني فكرت اول حاجه. انا دايما اقول الشخص اللي بيعمل حاجه فيها زي شغلك كده، ان انت بتعمل ديزاينز واخترت ان انت ما تشتريش حاجه من بره، ان انت بتكرييت يور اون برودكت يعني. بالظبط. بشوف ان الشخص ده لو ما عندوش فن ان هو ازاي يكرييت ويبدع يبقى هو مش في مكانه. بالظبط. فانت أكيد فكرتك أكيد. بصراحه يعني فعلا ان انت تقرر ان انت تعمل البنت ازاي تلبسي حلوه قوي في البيت، وان بس مش شكلك بره البيت. دي حاجه انا بحييك عليها. شابو جدا. ربنا يخليكي. شابو. قول لي من وجهه نظرك بقى ازاي نوصل للعالميه؟ يعني ازاي احنا كديزاينرز او كمصممين في مصر تفتكر احنا واخدين حقنا، وازاي نوصل للعالمية؟ او ازاي نقدر بلاش نوصل للعالمية، ازاي نقدر نطور من صناعتنا ونقدر نطلعها بره مصر؟ بصي، هو
الصناعه المصريه والقطن المصري بره ده فعلا حرفيا هو بياع لوحده. بياع لوحده. ده حقيقي الحاجه اللي especially مكتوب في عليها امريكا. ايجيبشن كوتون دي بتبقى تقريبا دبل البرايس من الحاجات اللي بتبقى جايه من الصين. وعندنا ديزاينرز، لا يا جماعه احنا عندنا ديزاينرز فعلا حلوين جدا، شباب وبنات حلوين جدا، عندنا افكار حلوه جدا، شاطرين شاطرين جدا جدا. وعندنا اهم حاجه عندنا الرو ماتيريالز موجوده، الخامات موجوده هنا في مصر، عندنا كل حاجه، عندنا الصناعه، العمال اللي هيشتغلوا، الحرفيين اللي بيشتغلوا فعلا، والناس عندها مهاره عاليه جدا. هي الفكره بس ان انا اطلع بره الاسواق العالميه. ازاي شايف ان حد النهارده عنده براند وهو اثبت نفسه في مكانه، ازاي ان هو يقدر يطور من نفسه ان هو يخرج بره ويصدر اتليست؟ مثلا انت الماتيريالز بتاعتك حلوه جدا، ازاي بقى يقدر يحقق الفكره دي؟ فكرت في تعمل كده؟ هي اكيد فكرت، هي بس هي مشكلتها أكيد. للاسف هي الكوست بتاعها عالي شويه، ان انت لازم تروحي تنزلي في معارض بره مصر. يعني مثلا تنزلي في دوله في اوروبا او في الميدل ايست عامه، هتنزلي انت بتشوف العائق الوحيد دلوقتي هو الماني وايز يعني؟ ماني وايز وتسهيلات بقى ان انت تطلعي بره تنزلي في المعارض دي، بتبقى موضوع محتاج مجهود عالي وتكلفه عاليه. قول لي يا جمال، النهارده لو حد بيسمعك وبيتفرج علينا وعايز يبتدي البراند بتاعه، تنصحه يبتدي ازاي؟ شوف الماركت محتاج ايه، يعني شوف الماركت ايه النيدز اللي في الماركت، ولو انت حاول تطور منها وتعملها بشكل حلو وشكل جديد، يوزنج بقى الماتيريال اللي هتستخدمها تبقى فعلا حلوه. الحاجات دي كلها ده انا بسميه، حتى عندي في الشركه انا بقول هناك، بقول لهم في الشركه احنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي ماركتنج بزيرو كوست، ببلاش. احنا هنعمل الفينش حلو قوي، الماتيريالز حلوه قوي. انت قصدك ان الحاجه بتتكلم عن نفسها؟ بتتكلم عن نفسها لما انت بتبعتها خلاص ده بتماركت نفسها بان الفينشنج كويس، الديزاين كويس، المقاس مظبوط، كل بالزبط. حاجه مظبوطه، فده الماركت بتاعك بالظبط. وحتى هم الشباب والبنات في الشركه شافوا ان الفيدباك بتاع الكاستمرز كلهم، يعني خلينا نقول 100% ان كل اللي طلب اونلاين البيجامه احلى من الصوره. واو. يعني البيجامه في الحقيقه انا لازم اعمل اوردر عشان اقدر اقيم الحته دي. ففعلا لا بس ده فيدباك حلو قوي ليك على فكره. بالظبط. فانا بلعب على حاجه اللي هو ايه، وورد اوف ماوث ماركتنج. ايوه يعني على فكره ده افضل نوع ماركتنج، اثبت ان فعلا ده افضل نوع ماركت في العالم. بالظبط. ماركتنج سوري. دي حقيقه. فانا بخلي الكلاينت هي اللي ترشحني، ترشح لحد تاني موضه لحد تاني. فبستخدم فابريكس عاليه، فينيشنج حلوه قوي، الكواليتي الديزاينز كلها مطلوبه، وحاجات ترند وحاجات حلوه، فواي نوت. جود لك يا جمال، فكرتك حلوه قوي وانا من اول المعجبين بيها. ربنا يخليك. ربنا يخليك ونورتني النهارده، ميرسي جدا. ديزاينز بتاعتك حلوه، وجود لك في الكولكشن بتاعك الجديد في رمضان ان شاء الله. ربنا يخليكي. ميرسي، بشكرك. ربنا يخليك. هنطلع فاصل ونرجع تاني. اوعى تروح في اي حته. رجعنا لكم بعد الفاصل. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي، وهو ازاي ممكن الست تفقد احساسها بانوثتها، وايه اللي ممكن يوصلها لكده. بنشوف كتير جدا بنات شكلها من بره ممكن نشوفه مش انثوي شويه، ونقول يعني انها مسترجله او ان هي شكلها مش انثى كما ينبغي، اللي هي البنات البويشي. مشرفاني ومنوراني النهارده استاذه خبيره تمكين تشافي ذاتي ومدرب معتمد، دكتوره ايمان التوبجي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. في الاول كده عايزين نعرف ايه معنى الانوثه. معنى الانوثه ده معنى كبير وواسع، بس هو اهم حاجه فيه الانثى هي الجانب العميق من الكون اصلا، الجانب اللي فيه الاحتواء، الجانب اللي فيه الانطلاق والبهجه والفرحه، الجانب اللي فيه الرعايه، ده الجانب الانثوي من المراه. تمام. وبرضو كمعلومه بس مهمه نفهمها، ان مفيش رجل ولا امراه ذكر وانثى الا ما فيهم الجانبين. كل واحد، انا كست عندي 80% انثى و20% ذكر،
والذكر نفس الحكايه. فهي الفكره النهارده ان انا نفسي الناس تخرج بره التحدي بتاع ازاي اكون انثى، ان الموضوع كده يرجع يهدى تاني واتصالح مع الجانبين جوايا. ففي الحاله دي مش هيبقى عندي اي تحدي ان انا اثبت ان انا انثى، ولا رافضه الذكر اللي جوايا، الجزء الرجولي اللي جوايا. مش ساعات كده تقولي كده دي بنت جدعه، دي ست جدعه، ما الجدعنه مطلوبه برضو الجدعنه طبعا للحيتين. مش مقصوره مش مقتصره على صح. جانب واحد يعني. صح. في بنت جدعه وفي راجل جدع. لكن الأنثى هي الجانب الراعي، الجانب المحب، الجانب اللي عنده تدفق في المشاعر، تعبير المشاعر، عنده عمق في بالفطره. بالفطره، لان هي كل حاجه تلاقيها عندها لجوه، يعني كل حاجه لجوه، الرحم جوه، احتواء الجنين من جوه. فهي ده اللي بيفرق. يعني حتى مثلا بيقول لك ان الرجل فيلسوف، هتلاقي الجانب الانثوي عنده في العمق عالي. لو بنتكلم على الطاقة الذكرية والأنثوية، الين واليانج، الشمس دي طاقة ذكرية، القمر طاقة أنثوية، السكون بتاع بالليل. القمر طبعا لازم يكون شفتي طاقه بقى؟ أنثوية طبعاً. الشمس طاقة نارية وحركة ومجهود والكلام ده كله، فحتى احنا مشبهين بالليل بالسكون بالهدوء. بالسكون. فلا الأنثى دي ده كائن جميل جدا والله. طبعا والله مش عشان أنثى، بس هو طبعا كائن جميل. الطف الكائنات يا دكتور. طب هي فكره الانوثه نفسها، يعني بنشوف بنات ممكن تكون بنقول حتى الكومنت جوانا ان هو فاقده شويه لشيء من انوثتها، سواء في شكلها الخارجي، سواء في الطبع، سواء في الاتيتيود. ده بيبقى سببه ايه؟ الأسباب كتيرة جدا، منها طبعا أكتر حاجة إن البنت بسبب الأفكار الاجتماعية بتاعتنا، بسبب المرحلة التربوية في الصغر، بتبدأ تحط مشاعر فيها عار وخزي على أنوثتها، بتبدأ تستشعر. ده الموضوع عميق جدا. طبعا الموضوع عميق جدا. طبعا ما اللي احنا لو وصلنا له ده وصلنا له ليه؟ يعني هل شعورك بنفسك وان انت انثى وعارفه ذاتك ومتفهمه يعني الكلام ده كله، ده شيء من التصالح شويه مع النفس؟ طبعا ده اكبر جزء من التصالح. يعني هي اول حاجه ان الشخص ده عنده مشكله في جزئيه ان هو يتفهم ذاته، وان هو يصب عليها ان انا كينونتي ايه بالظبط كده. فالفكره ان انا النهارده لما هربي بنت، يعني انا فعلا والله بنصح كل الاباء والامهات، احنا اول 7 سنين في عمر الطفل هي دي اهم 7 سنين. من اول، معلش بقى عشان الناس ما تفتكرش من اول ما يتولد، لا لا لا، من اول ما تعرف ان في جنين في بطن الام. فعلا. انت عرفت في جنين، الجنين بيوصل له مع الاسف كل المشاعر من خلال السائل المائي اللي حوالين الرحم، من خلال الام. في كائن حي موجود، ما نقدرش ننكر، مش مجرد ان هو مخفي يعني. بالظبط كده. فالفكره ان انا كأب عرفت مثلا ان الجنين بنت، ما ابداش بقى انا كنت عاوز ولد، انا كنت مش عاوز ولد يورثني، ولد مش عارفه يشيل اسمي. يا جماعه انت كده بالظبط بتقول لبنتك من قبل ما تيجي انت مرفوضه، انت كأنثى مرفوضه. فتنزل اكنها بالظبط طول عمرها بتحاول توصل لها المشاعر دي. طبعا بتحاول تثبت، بص انا اجدع من الولد، بص انا ولد اهو انا كمان. أيوة فعلا. فبتبدا تثبت ده. انا بس عايزه اوضح نقطه مهمه جدا. الموضوع عميق قوي. لا ده جدا، بصي ده عايز حلقات. ده عايز حلقتين 3 4. الفكره ان احنا النهارده زمان كانت المراه ملكه ورئيسه وزراء وتاجره ماهره وفيها كل ده، لكن عمرها ما كانت بتعمل ده بناء ان انا عاوزه اثبت ذاتي او عاوزه احقق الرؤيه بتاعه المجتمع ليا ان هي تبقى متفوقه زي رؤيه الرجل، او ان اللي هي النظره المتنمره للمراه. بالظبط كده. واللي مهما بنتطور ومهما بنكبر ومهما بنعدي ازمنه وسنين متطوره، بتفضل برضو نفس النظره المتنمره للمراه. بالظبط. فبالتالي المراه بقت ايه دلوقتي؟ واخده موضوع تحدي فعلا. لكن بصراحه الست بفضل الله تقدر تعمل مالتي تاسكينج، زي ما احنا عارفين تقدر تعمل حاجات كتيره. ممكن تكون ناجحه جدا في عملها، على فكره ده فعلا مثبت علميا. طبعا ان الست قدراتها اقوى من قدرات الرجل بكتير. لا مش هنقول اقوى، متعدده. خلينا ايه يعني التعدد شيء، نركز في المصطلح المظبوط. والقوه شيء، هو عنده القوه البدنيه. لا قدره مش قوه. القدره المتعدده برضه. قدراتها متعدده. فالفكره ان هي تقدر مالتي تاسكر، يعني عايزه تقولي دكتور. فهي طبعا تقدر تكون فعلا في مجال العمل، وفي نفس الوقت هي في مجال العمل بحب. هي بتحب انها تعمل، بتحب ان هي تحقق ذاتها بطريقه معينه من غير تحدي، من غير اثبات ان انا اهو انا اقدر، عارفه الحته انا اقدر دي. لا احنا عاوزين نتحرر منها تماما، ونبدا الانثى
تعيش كل يعني انا عايزه اقول لك حاجه، انت النهارده كست احنا يلا فاشن بقى، الست تقدر تعمل كام اكسسوري وتبدل وتغير في شكل لبسها وتحط مش عارفه خلخال هنا وتحط عقد هنا وتحط وش هنا. صح. هل الراجل عنده ده؟ لا طبعا. تعدد الابداع حتى في التعبير، يعني قله قليله قوي ممكن يكون انترستد في الحته دي او شاطر في الحته دي فعلا. حتى لو شاطر كرجل، حتى لو شاطر اخره هيعمل ايه؟ هيحط شويه بريسلس وهيعمل ايه؟ قله قليله. صح. لكن الست ده يا جماعه يورينا مبدعه في الجزء ده. ده يورينا ان ربنا سبحانه وتعالى مدي للست وسع في الابداع، وسع في ملكه التعبير. فما جيش انا احرم نفسي كأنثى من اني اعرف اعبر عن نفسي بكل اشكالي، في لبسي، في حواري، في قعدتي، في كل حاجه. وده ما يمنعش ان في وقت تاني برضه انا هكون برضه انثى، بس انا رايحه النهارده الميكانيكي هروح اتدلع وانا رايحه اصلح عربيتي؟ طبعا. طبعا. فلكل مقام من مقاس. كل موقف هيلبسني شخصيه هي موجوده جوايا، لكن هفضل في الاخر برضو انثى زي ما انا. بالظبط كده. صح. الا لو انت جواكي جرح، جواكي تنمر زي ما انت قلتي، جواكي ألم هيمنعك انك تعملي ده. يعني هو ده السبب يا دكتور الرئيسي اللي ممكن يخلي بنوته فاقده لانوثتها. طبعا انت دلوقتي ان لو هي فضلتي رافضه اخ عن رافضه اخته توري ده. كان في حتى فيلم كانت دنيا سمير غانم عاملاه، كان فعلا الايشو هو ده، ان هي بتشعر بالعار تجاه انوثتها فقررت انها تكون ولد. بالظبط كده. اللي بيحصل لنا اثناء الشهر، الحمل، الولاده، كل حاجه عندنا تحسي كده فيها حاجات كده، يعني الناس قرف وتعب وزهق. فكل الحاجات دي البنت انت ما بتعرفيش تحمي نفسك، انت ما بتعرفيش تاخدي بالك من نفسك. لا هو مش كده، بالعكس. هو صحيح مهم اني اربي بالعكس الرجل تماما. وفعلا زي ما قلتي بيصب على البنت ان انا طب انا عملت كذا، وريني بالزبط. بقى رايك ده هتوديه فين. بالظبط. وفي نفس الوقت انا بربي برضو الولد، انت اختك، انت مسؤول عنها، انت بتحميها، لان الطاقه الذكريه طاقه حمايه وعطاء. صح. امان. فلو ده مش متاح برضو الانثى ما تعرفش تعبر عن نفسها في بيئه غير امنه. حقيقي يا دكتور، مظبوط. فطبعا البدايه البيئه الامنه من الاب والام، ان الام ما تشعرهاش ان هي اقل في اي شيء خالص من اخوها، وفي نفس الوقت الاب يعطيها لان هي فعلا مش اقل والحنان. لا مش اقل في اي حاجه، ده بالعكس. احنا عكسنا بس الايه، يعني احنا قومي هاتي لاخوكي ميه، لا يا حبيبتي اخوكي اللي يقوم يجيب لك ميه. صح. فده مهم. لكن انا اخويا زعلان هقوم رايحه واخده وحضنه وطبطبه عليه، ده دوري اني اخده في حضني وطبطب عليه. صح. فيعني هي الموضوع محتاج اتزان من البدايه من الاب والام، وعوده نظره تاني ان الست ملكه في ذاتها. في حاجه اسمها انوثه سامه، وهل دي ممكن تاذي الشخص؟ ايه المصطلح ده؟ من وجهه نظري هي ان الست تستحلى ضعفها، فتستضعف نفسها، فتبدا يعني اللي هو ايه، تستحلى ضعفها فتستضعف نفسها علشان شايفه الضعف حاجه زي ما بيعلموا طبعا. وطبعا ده خاطئ جدا. البنت انوثتها، يقول لك انوثتها في ضعفها، مع ان ربنا ما امرش اي انسان رجل او مراه انه يكون ضعيف، ربنا نهى عن الضعف. فانا فعلا حابه اسمع عن الموضوع ده كتير قوي. بصي كلنا عندنا نقاط ضعف، رجل او امراه. اكيد طبعا. ومهم جدا يعني في رحله التشافي بعد ما الواحد اتعلم ودرس وبيساعد وبيعالج ناس دلوقتي، اهم نقطه عندي انك انت كرجل او امراه تعترف بالضعف اللي موجود عندك وتتصالح معاه، عارفه، وتاخدي بايده كده وتبداي تروحي لمنطقه القوه بتاعتك وتتفهموا. طبعا مهم جدا تحتويه وتتفهموا. تمام. ففاضل ان انا ما فيش مشكله اني افرق، بس يعني هنفرق الاول ما بين حاجتين. الدلع، لان دي ما فيش فيها مشكله اني اتدلع طبعا، لان الست لو ما اتدلعتش مش هتشعر بنفسها. ما فيش، هتيجي ازاي؟ فنفرق ما بين اني اتدلع ومارس الدلع في ان انا يعني كده ايه اتدحلب كده، يعني معلش ما حدش يزعل مني يعني من الجمهور، اتدحلب كده واتسرسب، وده برضو حنكه المراه ودهاء المراه برضو. أيوة. انها توصل اللي هي عايزاه باللطافه كده وباللطافه كده، مش بالخبز. باللطافه كده، اللطافه كده واللذاذه. وهنا ده ضعف لذيذ جدا. ان عندها القدره انها تلعب الدور ده، لكن الراجل لما يجي يتدلع يبقى منظره ايه؟ ملهوش منظر خالص. مش هتيجي، فاهميني؟ صح، مظبوط. فدي منطقه قوه عند المراه. منطقه قوه مش ضعف بقى. ايوه، حته الدلع، حته ان هي يعني كائن رقيق،
فانا لما بستشعر رقتي مش هاجي بعنف اطلب الحاجه، ما انا كائن رقيق، فانا محتاج ان انا اكون رقيقه وانا بطلب الحاجه. فده اصلا هيمكنني من الحوار، هيمكنني من الطلب اللي انا بطلبه، وبيخلي كده اللي قدامي ايه بقى لما الراجل كده يحس بكده بدلع الانثى كده شويه، الدلع عن قوه مش دلع عن ضعف. صح، تمام، في مظبوط يا شتان دكتور. يا جماعه. فاللي هو ايه، طب حاضر يا ستي ماشي، عايزه ايه، طب قولي، طيب عارفه ما بيعرفش بقى ياخد ويدي بقى كتير. ايوه، وده مطلوب، لان انا دايما بقول دلوقتي المراه هي الوحيده المنوط ليها تربي او تلد الذكر والانثى. صح. ده معناه ايه؟ ان عندها القدره انها تتعامل مع الكائنين، بتربي كائنين مهما كان دور الاب في السنوات الاولى مش زي دور الام نهائي. فيا جماعه انا فطريا وغريزيا طبعا بحكم ان هي يعني هي اللي حملت في البيبي او كده. ومش كده كمان، انا يعني ده تشريف، ده مش بس عشان فطرتها لا، ده لما الست تشعر بالتشريف والتكريم. حضرتك بتتكلمي عن القدرة في الجزئية دي، القدرة على انها تتعامل مع وتفهم الاثنين جندر، الجندر، مفتاح الولد ومفتاح البنت. فالحقيقة حافظ إبراهيم قالها: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ده حقيقي. فالأنثى يا جماعة هي مشروع أم. ماشي، طب هقول مثلا واحدة ما خلفتش مثلا، ما صادفهاش مثلا الرزق في هذا الأمر، تمام؟ هتفضل جواها على فكرة الأمومة برضو موجودة، وممكن تمارسها على من حولها، ممكن تمارسها على دور زي دور الأيتام، ممكن تمارسها في إنها تكون مدرسة وأم للأولاد في المدرسة. صح. فبرضو هرجع وأقول تاني، دور المعلمة، دور الأم هام 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 جدا في المجتمع. حقيقي، دي ثقافة لا يعلمها الكثير. طبعا فعلا الأم مش شرط تمارس أمومتها بكونها أم، فعلا بيبقى طبعا شيء مختلف. بس في الآخر الغريزة موجودة والفطرة موجودة. دكتور، هل الأنوثة شعور ولا غريزة ولا شيء مكتسب؟ لا، هو الأنوثة طالما إن أنا مولودة بنت، فالأنوثة دي موجودة في فطرتي. ده بالنسبة للواحد فهمه، ممكن يكون في إدراك تاني ممكن الواحد يدركه فيما بعد، ولكن بالنسبة لي أنا الأنوثة ده سمات، صفات، جينات، ايا كان. انت خلاص طالما انك ولدتي او مولوده كده يبقى ده هيكون موجود. مش محتاج ان انا اقعد لسه اكتسبه او ما اكتسبهوش. زي ما قلنا احتواء البنت بصوره امنه من عطاء الحب والدفء وحضن الاب، انها تعرف تعبر عن نفسها باريحيه، الكلام ده كله هيديها ثقه. فانوثتها مش هتحتاج بقى لا تكتسبها من بره ولا تحتاج تثبتها ولا اي حاجه خالص، هي هتعيشها فطريا. طب ايه المظاهر او السلوكيات اللي لو شفتها على بنتي او على اي بنت اعرف ان عندها مشكله مع انوثتها، فابدا اشتغل على ده، يعني اقدر افهم ان في مشكله؟ طبعا اولا يعني بالنسبه لي انا دايما بحب ارجع كل حاجه معلش لزمان يعني شويه، نقطه لورا. اوكي. انا النهارده لو اصلا عايشه انوثتي، عايشه ثقتي في نفسي، زوجي بيحترمني وفي احترام متبادل ما بين الام والاب في المنطقه دي بالذات، اصلا السؤال ده مش هيطرح. طب فلنفترض ده مش موجود بالظبط بقى، وانا عندي بنت ومش عايزاها تطلع كده، لازم اعالج ده جوايا انا الاول فعلا، لان ده ميراث انا بورثها معتقداتي وافكاري وصدماتي. اللي هو هنا بيجي جزء ان التربيه مش توجيه. طبعا التربيه طبعا. مشاهده، انت بتتفرجي وطاقه خارجه من الام، ترددات وذبذبات بتخرج بتوصل للبنت انت زي ما انت مش محتاجه تعملي اي حاجه. بس لان احنا طبعا في مجتمعاتنا كتير مننا مع الاسف بيتعرض لتحرشات لحاجات، المنطقه دي بالذات للاسف بتحط على البنت مشاكل كبيره جدا جدا جدا. ده حقيقي. هنا بقى اللي اقدر اقول لك دي محتاجه وقفه جامده جدا، محتاجه على طول استشير، محتاجه على طول اعالج الامر من بدري، لان التراكمات اللي بتحصل للبنت في الكبر سواء على المستوى الشخصي او مستوى العلاقه الزوجيه او اي مستوى، لا بيبوظ الدنيا خالص. ولازم البنت برضو يكون عندها وعي، والوعي في الاخر يا هيجي لها من الام، يا هيجي لها لما هي بقى تبتدي تدرك بعد وقت ما ان هي لازم هي تعرف ده، ان هي تعرف تتعامل مع ده زي ما حضرتك بتقولي. لان الصدمه لعلمك ساعات مش بيبقى وقت ما بتحصل المشاكل من النوع ده، الصدمه لما بتكتشف ان ده كانت كارثه. الصدمه مش في لحظه التحرش او في لحظه مثلا لو حد اعتدى عليها. المشكله ان الصدمه بتيجي فيما بعد، انها اكتشفت ان ازاي ده حصل لي،
انا ازاي اتحطيت في الموقف ده، انا معيوبه، انا غير كفء كفايه ان أوف، انا أوف، لا ده بصي هنخش أوف. في موال تاني خالص. آه. فده مش عايز اقولك يعني بيبوظ حته الانوثه بطريقه مش طبيعيه بقى، بتخليها بتفقدها بصوره كبيره. هل الشعور ده متعلق بالطفوله الشعور ده مش هقول متعلق بالطفوله الا اذا حصل ولا هو حاجات حاجه في الطفوله. يعني هل هو حاجه اقصد اقول انه هل هو حاجه مكتسبه من حاجه انا بمر بيها في حياتي او بشوفها في اسرتي في المجتمع او حاجه؟ كويس قوي انك قلتي السؤال ده. آه. بصراحه ليه؟ لان الناس كتيره بتفتكر ان انا عشان اكون اتصدمت في شيء لازم انا اللي اكون مارسته. لا، الصدمه ممكن تكون انها شافت مشهد في التلفزيون، سمعت مامتها بتحكي قصه، قرت قصه، حد من اصحابها او زمايلها جرى لهم حاجه بالشكل ده، فبتبدا هي تتبنى المشاعر دي. فمش شرط حتى ساعات ان يكون هي اللي حصل فيها الشيء، لا ده ممكن تكون اتبنت ده كمان. فانا مهم جدا طب ساعتها بيبقى الحل ايه؟ الحل ساعتها ان احنا طبعا زي ما بقول لك الكلام ده محتاج ان احنا نلجا للمتخصص. ولما بنلجا للمتخصص بنبدا احنا نرجع للحظه الصمت وبنحرر كل المشاعر اللي كانت محبوسه في هذا التوقيت. يعني لازم يكون في اوريدي نقطه هي اتاثرت بيها او مرت بيها، هي اللي ممكن تكون عملت جواها الخلل ده. يعني الموضوع نفسي بحت، لكن طبعا البنت نفسي بحت. البنت هي بنت لازم تشعر بانوثتها من جواها وخلاص، يعني ده حاجه فطريه. حاجه فطريه وحاجه هي مش محتاجه اصلا كانت تبذل مجهود فيها. احنا ليه بنبذل مجهود دلوقتي؟ لان الفطره مع الاسف تشوهت عند الذكر والانثى. ما هو الناحيتين يا جماعه دلوقتي في حاله بوظان. طب تتعافى من ده ازاي؟ يعني هي ترجع بقى شعورها ده ازاي، او تدرك اصلا ان في مشكله؟ يعني في ناس تقول لك انا اتولدت كده، انا ده شكلي، انا دي طريقتي، اللي هم البويشي اللي هي حابه فكره او اتعودت ساعات على فكره، اتعودت على فكره ان هي شكلها ولد قوي. طبعا بما اننا برنامج فاشن، الفاشن بيحط كل حاجه في مكانها مظبوط، فانتي بنوته يعني لازم يبقى شكلك بنوته، تصرفاتك تبقى تصرفات بنوته. فالبنت دي نقدر نساعدها ازاي النهارده لو هي حد شايف الكلام ده منطبق عليه وحد بيسمعنا؟ نساعدها ازاي تعمل ايه؟ ترجع ده لنفسها تاني ازاي؟ قبل ما تروح للمتخصص ولا بعد ما تروح يعني لازم فكره متخصص؟ حد في ناس ممكن ما تكونش لا مقتدره مش لده. لازم طبعا. لا مش لازم. بس هي دكتور. الفكره ان احنا نرجع تاني نبص حقيقتنا ايه، نبص على التكريم والتشريف اللي موجود على مر العصور للمراه. ملناش دعوه بقى بالاجزاء اللي كانت فيها الطاقه الذكريه هي المسيطره اكتر، لكن انا ابص ان المراه دي كانت في يوم من الايام ملكه. اشوف نفسي ازاي؟ طبعا اشوف نفسي كملكه حقيقيه داخليه، هي بتملك مفاتيح كتيره للسعاده اصلا. يعني الانثى ليها علاقه بالبهجه، ليها علاقه بالدور في الانطلاق والمرح. فانا لما استشعر ان انا اوريدي جوايا ده، مش هحتاج اقعد اسعى من بره ان انا اعمله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي ان شاء الله في ورقه وقلم. هي تشعر بده ازاي؟ ما انا بقول لك هنقعد الاول، انا محتاج افرغ في ورقه وقلم وتبدا تكتب. انا بس مثلا بشعر ان انا مش انثى في الحته دي، انا مش حاسه ان انا مرتاحه. بصي من الاخر كده يا ايمان، الانثى محتاجه تكون مرتاحه. لو الانثى مش مرتاحه في العمل، مش مرتاحه في بيتها، مش مرتاحه في محيط علاقاتها، فمش هتظهر هي لازم انوثتها. بتهيألي اول كده على كلام حضرتك ان هي اول حاجه تعملها ان هي تبتدي تعبر عن اللي جواها وتسرد النقط اللي جواها. بالظبط كده. تبدا تخرج ده، تشوف هي مش مرتاحه في انهي اماكن، بتحس بالكسوف والخجل فين، بتحس انها الخجل اللي مش في محله، اللي مش في محله طبعا. مش في محله. انا النهارده قاعده مثلا في قاعده حلوه زي اللي انا قاعداها معاكي دي، ماشي، وانا قاعده متردده كده ومكسوفه كده ويعني ده خجل فعلا، مش في محله، مش في محله. انا دلوقتي جايه في برنامج حواري وعاوزه اعبر عن نفسي وعاوزه اطلع ارائي، فيبقى عندي الاريحيه دي، ما بقاش متوتره. اوكي. فان انا ابقى مش الخجل اللي مش محله، ابدا اراقبه واخد بالي. لو حاسه بضعف في اماكن وانا حاسه ان انا ما عنديش القدره ان انا اقدر اقوم بيها، ابدا ان انا انمي مهاراتي فيها. فدي محتاجه طبعا كورسات، في دورات كتيره، في دلوقتي معلومات في كل حته. مش شرط بس ان احنا نروح لمعالج او حاجه، لا أبداً. ودلوقتي كلنا معانا سمارت فون، واي معلومه طبعاً او اي حاجه بندخل نسرش عليها بنعرف معلومات كتير جدا طبعاً. فالموضوع بسيط، بس هي اهم حاجه ان هي ترجع تاني تحس انها بجد كائن مكرم، كائن عزيز.
فكل ما هي حست بعزتها كده هتعرف تخرج ده بمنتهى الاريحيه. صح. طب يا دكتور، هل الجزئيه دي من فكره الانوثه ليها سن معين بتظهر فيه؟ يعني لو احنا هنقول ان انا عشان اكون مكتمله الانوثه فتبدا تظهر، اكيد دي بتاخد مراحل. بتبدا تتبلور اكتر في سن المراهقه، بنخش بعد كده الجامعه، بعد كده بنخش سن المراهقه اكتر سن بيبان فيه حاجات كتير قوي. طبعا بيبان فيه كل حاجه تقريبا. بس خدي بالك سن المراهقه برضو بيبقى فيه تمرد. فالمنطقه بتاعه التمرد ما بيبقاش هو ده الطبع الحقيقي للانسان. ممكن جدا لا. فانت التمرد اللي بيبقى موجود ده في حد ذاته ممكن يخلي الشخص بيعند على الفاضي. صح. فعشان كده بقول هي بتبقى مراحل لحد ما نوصل بقى للجامعه. الحقيقه في الجامعه وما بعد الجامعه بنبدا بقى الست تتبلور بقى، تبقى في بلوره كده حقيقيه. صح. وتبدا تظهر هي في ايه محتاجه تشتغل عليه، وفي ايه خلاص هي الحمد لله مرتاحه فيه. وبالتالي برضو يا جماعه دي نقطه مهمه. انا النهارده لو انا عايشه انوثتي باذن الله هبدا اجذب لي بقى رجل عايش رجولته. طب سؤال مهم جدا دلوقتي، لو هي اوريدي انسانه مكتمله الانوثه وبتتعامل مع نفسها على اساس ده ومفيش اي مشكله خالص، هل حضرتك واجهتي ده او في مثال زي كده ان هي فجاه تشعر وهي كبيره كده ان هي فجاه فقدت انوثتها، او ممكن يحصل حاجه اكيد مش عارفه طبعا ان هي يعني الموضوع مش من الصغر او من الطفوله او هل ده موجود؟ ده موجود، بس بيبقى سبحان الله اكنه مرايه برضو بتعكس حاجه في الصغر. تمام. لكن مثلا انت يعني برضو بنرجع لنقطه الصغر. بصي مفيش كل حاجه للصغر. مفيش. هي اللي بيحصل في الصغر اكن الحياه بتجيب لك بتعكسه عليكي تاني من خلال المواقف الحياتيه. هتستغربي مثلا تقولي ايه، طب دي زوجها ربنا طبعا يعافينا جميعا توفى، اصبحت هي الرجل والمراه. تمام. دي مشكله كبيره. فبعد طبعا انا واجهت ده برضو على فكره في مجتمعاتنا موجود كتير جدا. ان الست هي ست فلازم تفضل ست طول الوقت. بتلاقي نفسها فجاه هي لازم تبقى ست ولازم تتحلى بتصرف وقدرات وحاجات راجل هي مش عندها قوي، فبتبتدي تكتسب السلوكيات دي، فممكن ده بيبتدي يأثر عليها. ده اكيد، وانا معاكي في ده طبعا 100%. فالفكره في النقطه دي بالذات ان لما الحياه تحطنا في هذه المواقف، لو انا شخص طبعا غرق زياده في احزانه والمه، وده طبعا برضو بيحصل، ممكن الموضوع يطول وما نبقاش عارفين نخرج بره ده. لكن لو الواحد بيبدا كده باستعانه بالله سبحانه وتعالى ويبدا يحاول يعني يظبط امور حياته، ممكن جدا ان انا ابقى عندي الوعي ان انا في اللقطه دي هقوم بدور الاب، لان انا محتاجه ده. محتاجه دور الرجل في المنطقه دي. من اكيد لما اروح البنك مش هروح بدور الام، هروح بدور صح. يعني فاهماني، رايحه زي ما قلت لك مثلا براعي مصالح البيت او شؤون البيت. اول بقى ما اخش بيتي ارجع تاني ولو نص اليوم ابقى واعيه، لا انا هرجع تاني انا صح. انا كل يوم بنلعب ادوار كتير جدا. محتاجه ارتاح، محتاجه اعبر عن نفسي. فما اجيش اني ما ارضاش اعبر عن ضعفي قدام ولادي عشان افضل محافظه على الدور الاب اللي انا برعاه. هي اكتر حاجه صعبه في الدنيا ان الانسان يبقى جواه حاجه وبيظهر شيء تاني. طبعا طبعا. فلو انا خلاص متصالح مع الدور اللي انا بلعبه، هعرف كويس قوي ان انا اكون ده في الوقت اللي انا محتاجاه واكون ده في الوقت اللي انا محتاجاه. طب دكتور، خليني اخدك كده الجانب بقى اللي بتلمع له العين ويدق له القلب، اللي هو انا دلوقتي في علاقه. هل الراجل ليه دور في العلاقه، ان هو علاقه عاطفيه اكيد، سواء اتنين مرتبطين مخطوبين متجوزين، اي علاقه عاطفيه ايا كانت، يعني ليه دور في ان هو يقدر يساعدني ان انا ارجع شعوري بانوثتي، او يعزز انوثتي، او يتعامل مع انوثتي بشكل اللائق الصح المظبوط اللي ما يكسرش. ما في راجل برضو ممكن انت تكوني عاديه جدا ويبتدي يكسر فيها. فدور الراجل هنا ايه؟ لان انا بشوف ان هو دور مهم جدا. فعايزين حضرتك توجه لنا كده. يعني هي المنطقه دي طبعا بالنسبه لي منطقه شائكه شويه. ليه بقى؟ معلش بس لازم نتكلم فيها. هنتكلم فيها مفيش مشكله، لان برضو هنرجع خطوه لورا. هو انا اصلا لو انا مكتمله الانوثه وعارفه اعيش طبيعتي ومرتاحه فيها، انا مش محتاجه لسه حد يجي يعززها لي. اكيد هو بيجي، او مش يعززها لي بقى، ياكدها لي. تمام. لكن هو فعلا بيجي يعززها. يعني ايه؟ يعني انا اوريدي
حاسه بانوثتي، فهو بالتالي هيبدا يعمل ايه؟ هيبقى عاوز يخفف من عليا الاحمال. وهيشعر بده. انا طبعا صح ولا طبعا إيه؟ هيشعر بيه. الرجل بتالي لما بيتعامل مع المرأة بيشعر بشعورها بنفسها. طبعا انت عندك طبعا. اعتزاز، انت عندك انوثه، صح حضرتك عايزه تقولي كده؟ ايوه كده مظبوط. اوكي. فساعتها هو بيكون مرتاح اكتر بقى. ليه؟ لان هو كده عارف يعبر عن رجولته هو كمان. هو عارف يمارس. كده الموضوع ستيبل. الدنيا ستيبل. لكن البنت حبيبه قلبي اللي بتقعد تستنى ان جوزها هو اللي يحسسها بده، انه هو اللي يثبت لها ذاتها، she's wasting time. لا يمكن لا يمكن. لازم تبدا بنفسها. هرجع تاني بصراحه برضو واقول بقى هنا بقى يجي دور الاب. ده حقيقي. دور الاب يا جماعه، ارجوكوا ارجوكوا، كفايه جوع عاطفي للبنت. ده حقيقي يا دكتور. كفايه. لان البنت محتاجه تبقى شبعانه ومتدفيه في حضن باباها، مرتاحه متامنه في حضنه. صح لا شيء لا هو مستقل بيها، ولا هو بيطالبها بحاجات زياده، ولا بيحملها مسؤوليات مش مسؤولياتها. لا، هي بنته كده تفضل معززه مكرمه عنده لحد ما يسلمها لزوجها تكمل تعزيز وتكريم. كلام حضرتك مظبوط. وبتمنى كل اللي بيسمعنا دلوقتي فكري في انوثتك. انتي بنوته وجميله، وجمالك وانوثتك من جواكي قبل ما يبقى براكي. وقتنا خلص للاسف.